ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لأخيه اطلب لي في قومي أتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سيما فلما إني اصطفيتك على الناس بكلامي فهما أتيتكم من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها من قوة وأمرها ويأخذها نار الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا ولقاء الآخرة من الأعمال خالدون إلا ما كانوا يعملون. اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار أم يرى وأنه لا يكلم ولا يهدي سبيلا وكانوا ظالمين. سقط في أيديهم رأوا أنهم ضلوا قالوا لئن مرنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وقال ابن أم إن قوم سلفوني وكادوا يقتلونني لا تشمل لي الأبدان لا تجلي أقوام الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي واغفر برحمتك وأنت أرحم الراحمين. الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين.